ودي كانت قصة أول مرة أضطر أدافع عن نفسي في المدرسة وأتخانق خناقة كبيرة. ازيكم يا جماعة عاملين إيه؟ في مسجز وكومنتس كتير جات لي عن يا كوتش، هل أنت اضطريت قبل كده وأنت في المدرسة تدافع عن نفسك وتتخانق خناقة كبيرة ولا لأ؟ ولو يا ريت تحكي لنا الموقف. النهاردة أنا هحكي لكم عن أكتر مرة اضطريت أدافع فيها عن نفسي في المدرسة وأتخانق خناقة كبيرة جدا. بس قبل ما أحكي لكم الحكاية وأخش في القصة محتاج أقول حاجة مهمة جدا. أنا ما بشجعش حد إن هو يتخانق لمجرد الخناق. أنا مع إن أنت تدافع عن نفسك لو أنت مضطر جدًا في الموقف ده وما عندكش حل تاني. أنا زمان لمّا كنت في المدرسة، كنت في مدرسة دار التربية. مدرسة دار التربية ثانوية عامة كانت مكانها في ميدان المساحة في الدقي. عشان بس تبقوا متخيلين الموقف أو القصة عاملة إزاي، أو الحياة اليومية أصلًا كانت عاملة إزاي في مدرستي، لازم أشرح لكم المدرسة دي كانت إيه وضعها وكانت ما بين كام مدرسة. أولًا الشارع بتاعنا بتاع مدرستي كان الشارع ده لوحده فيه 4 مدارس. يعني أنا كانت مدرستي دار التربية هنا، على شمالنا كان في مدرسة الحرية من أولى إعدادي لتالتة ثانوي، وعلى يميننا كان مدرسة اسمها نارمر من أولى إعدادي لتالتة ثانوي، ومدرسة قصادها على طول اسمها مدرسة كوبري الجلاء من أولى إعدادي لتالتة ثانوي. الشارع اللي ورانا على طول كان في مدرسة اسمها مدرسة الشهيد جمال عبد الناصر، كانت إعدادي بس. بعدين تطلع بقى بره نطاق ميدان المساحة، تعدي شارع الدقي جنب سمسمة بتاع الشاورما، كان في مدرسة الألمانية. المدرسة دي كانت مظلومة ظلم غير طبيعي لأنها كانت من أنظف المدارس اللي موجودة ولسه من أنظف المدارس اللي موجودة لحد النهاردة. بعدين تخش بقى في الشارع ده لجوه في مدرسة الأورمان النموذجية ومدرسة الأورمان التجريبية. فلك أن تتخيل، عشان بس الناس بتقول اللي هو بقى إيه التنمر بقى فظيع اليومين دول والكلام ده كله، أنت بالنسبة للولاد إحنا كنا عايشين في غابة، فما كانش في بديل غير إن أنت تعرف تدافع عن نفسك. قصة الموقف اللي أنا اضطريت أدافع فيه عن نفسي كانت كالآتي. أنا عمري ما كنت باحب الخناق أصلًا، وكان طول عمري معروف إن أنا محترم وابن ناس وما ليش في الخناقات والكلام ده كله، حتى مع إن أنا بطل جودو والكلام ده كله ما كانش فارق مع حد يعني. اللي هو طيب لو عايزين نتخانق معاك هنتخانق معاك، سيبك بس من الحركتين اللي أنت بتعلمهم في النادي دول. الموقف كان كالآتي. أنا كنت ساعتها في تانية إعدادي، وحصلت خناقة كبيرة ما بين دفعتنا ودفعة أولى ثانوي اللي هم أكبر مننا بسنتين. وأنا عمري ما كان ليّا في خناقات الدفعات دي، لإن أنا كنت شايفها إنها ما لهاش أي تلاتة لازمة ومشاكل على الفاضي والكلام ده كله، عمري ما كنت باخش الخناقات دي خالص. اليوم ده بعد المدرسة طلعنا الشارع اللي قدام المدرسة، المهم الدفعتين مسكوا في بعض، فأنا كنت واقف أتفرج، كنت واقف مسالم جدًا لدرجة إن أنا ما كنتش لابس الشنطة حتى دراع واحد على كتف واحد زي العيال الصيع، لا، لا، لأ، كنت لابس الدراعين على يعني على كتافي الاتنين، واقف باتفرج لا بيّا ولا عليّا. ومرة واحدة ألاقي لك واحد جاي عليّا، فأنا بابُص اللي هو عايز إيه ده؟ ولقيت قلم نزل على وشّي، فأنا رُحت باصص له كده بمنتهى البساطة، الموضوع كان أوتوماتيك، رُحت منزّل الشنطة حاططها على كتفي، ورُحت ماسك الواد من ياقة القميص، رُحت شايله حاطّه على كبوت عربية ونزلت فيه ضرب. حاشوا ما بيننا وما أعرفش إيه، لإن كُلّه كان مستغرب بالذات دفعتي يعني اللي هو إيه ده، أحمد بيتخانق إزاي يعني؟ فالمهم راح شدّني بعيد وشدّوا الواد ده بعيد، رجعت شوية، رُحت لابس الشنطة قُلت خلاص ده بعِد بعيد بقى خلاص مش هييجي تاني ما أنا ضربته يعني. رُحت لابس الشنطة برضه، الدراعين على كتافي الاتنين، لقيتك الواد جاري من آخر الشارع وماسك حزام وراح طالع على كبوت العربية وراح ناطط وبيشتم يعني طبعًا، ونازل بالحزام بالتوكة على دماغي. فأنا بالضبط تلقائي رُحت عامل إيه، رُحت عامل كده فالحزام نزل على كتفي. فرُحت باصص كده، رُحت باصص له، رُحت قالع الشنطة، حاططها تاني على الأرض، ورُحت هو كان لسه واقف على كبوت العربية، رُحت ماسكه من رجليه الاتنين، شادّه، منزّله على كبوت العربية تاني، ونازل فيه ضرب تاني. المهم حاشوا ما بيننا، المهم المدرسين ابتدوا يطلعوا، فإحنا جرينا، فأنا رُحت واخد تاكس وراجع على البيت. على ما وصلت البيت أبويا عرف بالموضوع لإن الناظر كلّمه، قال له: "أنت ابنك مرفوض يومين." وجاي له استدعاء ولي أمر لإن كانت خناقة كبيرة والشرطة كانت جاية وقصة كده. بعدها بيومين رُحت أنا وأبويا المدرسة، فقعدنا مع الناظر، فأنا فاكر هو الناظر حتى كان بيقول له: "أنا أول مرّة أعرف إن أحمد ابنك بيتخانق." فقال له: "بُص هو حكى لي القصة إن هو اضطر يدافع عن نَفْسه، بس أنت عارف إن أحمد محترم وأحمد من الناس الشاطرة في المدرسة وفي الدفعة والكلام ده كُلّه، وهو عمره ما اتخانق قبل كده،
فإن هو بعد السنين دي كلّها يضطر يتخانق يبقى في حاجة. جابوا أهل الواد وجايبين أبويا كده، وقاعدين قدّام بعض يعني قدّام الناظر وبتاع، فإيه أهل الواد عمّالين يقولوا إحنا ابننا وشه باظ، وأنت ابنك مفتري، وأنت إحنا لازم نعمل فيه محضر، ولازم نحبسه والكلام ده كلّه. فالمهم فحكينا القصة كلّنا، اللي هو طيب حضرتك أنا المفروض أعمل إيه؟ أنا كنت بمنتهى البساطة يعني، كنت باحكي الموضوع وما كنتش خايف كده، لأن أنا كنت عارف إن أنا على حق. قُلت له: "طيب حضرتك أنا دلوقتي اللي حصل معايا كذا، أنا كان المفروض رَد فعلي يبقى عامل إزاي؟" فقال لي: "يا ابني بس أنت ما ينفعش تتقِّل إيدك أوي قُلت له: "أنا ما يعني دي حاجة أنا مش هاعرف أتحكّم فيها، إحنا في الشارع بنتخانق، فأنا كان المفروض أعمل إيه؟ يعني لو أنت مكاني أنا المفروض أعمل إيه؟" فسِكِت. فالناظر راح باصص لأهل الولد قال لهم: "بصراحة الولد بطل جودو ومن زمان جدًا، فما كانش المفروض ابنكم يحاول يتبلطج عليه يعني." بس، والموضوع انتهى بالصُلح ما بين الأهالي وما أعرفش إيه وبتاع والكلام ده كلّه، وبعدين ما شُفتش يعني أنا والولد ده ما اتقابلناش تاني في خلال لحد ما اتخرّجت من المدرسة يعني غير من بعيد لبعيد أوي يعني. القصة بقى إن اللي حصل بعد كده إيه، ما حدّش بعد الخناقة دي أو بعد الموقف اللي أنا اضطريت إن أنا أدافع فيه عن نَفْسي ده، ما حدّش كان عنده الجرأة بعد كده إن هو يدوس لي على طرف. ليه؟ لإنّهم عرفوا واتأكدوا إن لو أنا اتخانقت مع ده، الراجل ده هيأذيني، لإن أنا مش هينفع أتبلطج عليه وهو بطل جودو، ومن الواضح إن اللي هو بيتمرّنه ده أو اللي هو بيعمله ده بجد بينفع إن هو يعرف يدافع عن نَفْسه، فبلاش وخلّينا أصحاب أحسن. المغزى من القصة هنا إيه، خناقات في المدرسة، في الشارع، في أي حتّة ما لهاش أي تلاتة لازمة خالص. أنت بتتعلّم مهارات عشان تعرف تدافع بيها عن نفسك لنفسك، سواء أنت ولد في المدرسة، واحد في الجامعة، في الشغل، أب وعنده ولاد، الكلام ده كله مهم جدًا إن أنت تعرف تحمي نفسك وتحمي الناس اللي حواليك، لكن أنت ما تستخدمش الكلام ده غير لو أنت اضطريت تدافع عن نفسك أو تدافع عن اللي حواليك، لإن اللي هيدوس لك على طرف ويحاول يتبلطج عليك ويحاول يتبلطج على اللي حواليك لازم توقّفه عند حدُّه. وصلت؟ سلام.